ليه المفروض تهتم؟ مين هيبقى عمدة لوس أنجلوس؟ يا سلام يا سلام، انت فعلا مهتم، انت فعلا مهتم، بس انت مش عارف كده لسه، وانا دلوقتي هقنعك بده. فخلفية القصة اللي لازم تعرفها هي دي. في راجل اسمه سبنسر برات، كان زمان ممثل مشهور وكبير، كان عنده بيت كبير وفخم، اتحرق في حريقة بلا آسر مجنونة اللي كلنا فاكرينها. وده كان في عهد عمدة لوس أنجلوس، ست اسمها كارين باس، وهي سمراء البشرة وشوية، وده ملوش علاقة بلون بشرتها، بس هي مش شاطرة في شغلها. لأن لو كنت تابعت الأخبار عن أمريكا الفترة الأخيرة هتلاقي إن لوس أنجلوس بقت أسوأ بكتير من اللي ممكن تتخيله. ومش بتكلم بس عن أزمة المشردين، كل أسبوعين تقريبا بيحصل حاجة ليها علاقة بالبيئة. بيوت المشاهير بتتحرق، الوضع كارثي، والزحمة وكل حاجة. ولوس أنجلوس المفروض إنها قمة المجتمع الأمريكي، يعني الجو فيها رائع وكل المشاهير عايزين يعيشوا هناك، بس في الآخر بقت كارثة بكل المقاييس. والشخص ده سبنسر برات قالك عارف إيه؟ أنا خلاص زهقت، إحنا فعلا هنعمل تغيير، بس هو إزاي؟ بيوري العالم إنه فعلا بيعمل التغيير ده بالفيديوهات العبقرية دي اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي، واللي فعلا بتوصل الفكرة بطريقة أنا متأكدة أنكم هتستمتعوا بيها جدا. فأهلا بيكم في برنامج The Pushback. أنا يريكا مقدمتكم. إحنا هنا علشان نشارككم كل القصص اللي تحصل دلوقتي ونقف ضد الجنون اللي حوالينا. دوسوا على زر لايك واشتركوا في القناة واعملوا اللي لازم تعملوه، وأهلا بيكم في العيلة. يلا بينا نشوف. يا جماعة، احنا هنتكلم بالتفصيل عن بالظبط سبنسر برات بيؤمن بإيه، لأن اللي بيقوله شبه ثوري في مدينة زي لوس أنجلوس. سباق العمدة ده مولع جدا دلوقتي. انتوا هتنتخبوا مين؟ لسه ما قررتوش؟ نفس الكلام، ما تابعتش الموضوع قوي. نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام. أنا مش من جماعة ماجا ولا حاجة، بس حال المدينة بقى زفت صح؟ أيوة، جيسيكا دست على إبرة في الملعب اليومين اللي فاتوا. أنا مش زعلان ولا حاجة، أنا مش من مؤيدي ترامب ولا حاجة، بس رحت وسط البلد قريب. شكلها كأنها حلقة من مسلسل The Walking Dead. مش معنى كده إني من مؤيدي ترامب ولا حاجة. سبنسر براد شكله عنده أفكار كويسة. مش معنى كده إني من مؤيدي ترامب ولا حاجة، بس هو فعلا باين عليه غاضب طول الوقت. ما هو فعلا حرقوا بيته. وبرضه على ما يبدو هو قاعد في فندق بيل إير، مش في الكرفان اللي في أرضه. أيوة فعلا، هم حرقوا بيته. تمام، احنا كلنا كبار هنا. إيه رأيكم نعد لحد 3 ونقول كلنا إحنا هنصوت لمين؟ 1 2 3. سبنسر برات. أيوة، سبنسر برات. سبنسر برات. تقدر تتخيل لو زوجاتنا عرفوا؟ كلنا هنصوت لسبنسر برات صح؟ طبعا، أكيد. كنت أتمنى أقدر أصوت من امبارح. ماشي. ليه ده عبقري جدا؟ لأن غير إنه بيخليكي تبتسمي، وكمان عارفة الحوارات اللي الناس بتكون متوترة فيها شوية وعايزين يقولوا حاجة، وبعدين كلنا بنتجمع ونلاقي نفسنا عندنا نفس الآراء، ده بيكون ممتع جدا. بصي، في لوس أنجلوس إنك تكوني جمهورية يمكن أسوأ حاجة ممكن تعمليها، بس ناس أكتر وأكتر بدأوا يدركوا إن المسؤولين الديمقراطيين مش كويسين، وإن مدينتهم تحت القوانين دي بتنهار. يعني الوضع سيء جدا، السياسات سيئة جدا. بس برضو لو هتكوني نجمة في هوليوود في لوس أنجلوس أو أي حاجة زي كده، مش هتعترفي أبدا إنك ميالة شوية لليمين. دلوقتي سبنسر مش شايفة إنه جمهوري بشكل علني، أظن إنه مترشح كمستقل، بس هو مسيحي وعنده قيم قوية وبيتمسك بيها وبيشجع عليها، وعدد أكبر وأكبر من الناس بقوا كده ماشي ماشي. دلوقتي الإعلانات بقت أحسن كمان، بجد يعني هي فعلا جامدة أوي. بس هي فعلا جامدة أوي، وهم عاملين دوشة كبيرة حوالين الراجل ده اللي عنده ثقة في نفسه إنه يقول اللي مؤمن بيه فعلا. وهنشوف ده كمان شوية، إنه فرصة إنه يبقى العمدة فعلا بتزيد وبتزيد وبتزيد. دلوقتي هو بينافس زي ما قلنا الست دي كارين باس، اللي لسه شكلها ممكن تبقى العمدة، بس احنا مش متأكدين لحد دلوقتي. لو بصيت على سبنسر من كام أسبوع بس كان عنده فرصة حوالي 14%، دلوقتي فرصه بتقفز ل30% تقريبا، وهكذا. وطبعا ده حسب كالشي، واللي للناس اللي مش عارفين هو أكبر سوق توقعات في أمريكا، وهم
رعاة الفيديو ده، فلازم تنزلوا تطبيق كالشي واستخدموا كود ماير عشان تاخدوا $10. لما تتداولوا ب$10 كالشي بتتكتب كده KALSHI، راهنة بفلوسكم على توقعاتكم. بس هنا بتشوفوا الناس فعلا بدأوا يفكروا في إيه، وهنا بالضبط الفيديوهات دي بدأت تنتشر وفعلا بتأثر. يعني هل ده مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ احنا مش عارفين، بس هنشوف. دلوقتي قبل ما ندخل في تفاصيل أكتر عن الأنواع المختلفة من الفيديوهات دي واللي فعلا يعني بجد هي ممتازة جدا، يلا نقرأ شوية عنه. سبنسر برات هو نجم برنامج الواقع ذا هيلز السابق. هو مرشح نفسه كمرشح غير حزبي، مع إنه مسجل كجمهوري لمنصب عمدة لوس أنجلوس في الانتخابات التمهيدية يوم 2 يونيو 2026. دخل السباق بعدما خسر بيته في باليس في حرائق 2025. هو بيقدم نفسه كواحد من خارج النظام وغاضب من القيادة الفاشلة والفساد وعدم الكفاءة في البلدية. مين كان يتخيل كده؟ على أي حال، شعار حملته بيركز على أنه يخلي لوس أنجلوس جاهزة للظهور من تاني، وبيركز على الحلول المنطقية والمحاسبة والنتائج بدل البيروقراطية. هو بيصور السباق حوالين إحباط الناس من التشرد والجريمة والاستجابة للحرائق وإهدار الحكومة للموارد. دول الحاجات الرئيسية اللي هو بيركز عليها في حملته: التشرد ونهج العلاج. أولا هو بيقول إن لوس أنجلوس عندها مشكلة مخدرات مش مشكلة إسكان، وده فعلا من وجهة نظري صحيح، لأن 90% من حالات التشرد المزمن بيكون فيها إدمان شديد زي الفنتانيل والمث. هو بيوصف حالة الشوارع إنها زي أرض الزومبي بسبب منظومة مصالح التشرد، وعنده خطة من 5 خطوات: يوقف توزيع أدوات إعادة المخدرات، يطبق قوانين صارمة على المدمنين الشديدين باعتبارهم في حالة عجز شديد، يرجع المدمنين اللي من خارج الولاية لولاياتهم، يجيب المدعي العام عشان يفكك الكرتلات، ويبني مراكز علاج حديثة فيها تدريب على الشغل وخدمة مجتمعية وحاجات تانية. الهدف هو إنهاء المخيمات تماما وتنظيف الشوارع وتطبيق القوانين وأولوية التعافي من الإدمان. ولسه شايفة أنه غريب جدا إنك لما تفكر في لوس أنجلوس تتخيلها مدينة كبيرة، لكن لما تروح هناك تلاقيها مركز للمشردين. فعلا مش معقول. على العموم، هو كمان بيركز في حملته على السلامة العامة، النزاهة المالية، القيادة وقت الأزمات، البنية التحتية وجودة الحياة والكلام ده كله. وهو بينافس كارين باس اللي هي أول امرأة سوداء تتولى منصب عمدة لوس أنجلوس، وكانت عضوة في الكونغرس وناشطة مجتمعية، وتم انتخابها في 2022. هي كمان بتدعم مكافحة التشرد والحاجات دي، بس في عهدها الموضوع ما تحسنش فعلا. بس بصراحة يعني مين مهتم بده؟ يلا نشوف فيديوهات سبنسر برات أكتر لأنها ممتعة جدا. هو كسبان. الناس بقوا مدركين انهم مش عاجزين تاني. عارف ده معناه ايه؟ الامهات يقدروا يفدوا عيالهم للحديقة تاني. مفيش بقى كس ببلاش للمهاجرين. مفيش سنان ببلاش لمدمني الميس تاني. انت فاهمني كده؟ هتضطروا تشتغلوا شغلانات حقيقية زي باقي الناس. عايز افكاركم الشريرة جدا. ايه رأيكم لو خلينا حفلات الشوي ممنوعة؟ ده شر فعلا. ده كويس، عايزكم تستخدموا كل اللي عندنا ضدهم. أنا فعلا بتمنى إنكم فهمتوا الإشارة، إننا بنتفرج على باتمان، والناس الأشرار بيقولوا إن السباق على منصب العمدة ده بيحاولوا يقرروا إزاي يدمروا العالم، وسبنسر برات بطريقه عشان ينقذ. أيوة أنا يعني أنت شفت الناس المختلفين اللي في خلفية الترابيزة دي؟ انا مجرد شخص واحد. ده مستحيل.
يعني أنا يعني إزاي ممكن ما تصوتش للراجل ده؟ حرفيا إزاي ممكن ما تصوتش؟ أول حاجة إحنا المفروض نصوت للشخص اللي عمل الحملة دي، لأن اللي عملها أيا كان مين عبقري، ولازم يكون هو اللي بيدير هوليوود أو يكون في منصب مهم. إحنا كده الذكاء اللي طالع من البوابة دي عبقري، يعني عبقرية الناس العادية اللي خايفة، رجال الإطفاء كلهم بيتحدوا، بيقولوا إحنا هنقضي على الشر. كون البطل اللي لوس أنجلوس محتاجاه، كون شخص عادي وروح وحارب. يا له من حملة عبقرية فعلا، وفي ناس كتير متحمسين للموضوع ده. يا جماعة صوتوا لسبنسر بالرعب. صوتوا لسبنسر بالرات. وكمان في حاجات تانية. انا اتاخرت. انت معاك رقمي؟ انا معايا، قصدي انت معاك رقمك؟ ايوه هو معاه رقمي، ممكن تسجل لي؟ قابلته في بلازا فيرد في يوم العمدة عشان كريم باسل فاز ده جات ورايا. أنا ناشطة. هي بعتت بلطجيتها الصغيرين ورايا وهم في البيت. صح، يعني أول حاجة إنك يكون عندك يافطة هنا في الشوارع الوسخة وحد بينظفها بجهاز ضغط المية، ده فعلا بيوصل الفكرة بطريقة ذكية جدا جدا. بس برضو عندك إعلانات أكتر. فأكتر وأكتر ناس بقت تقول إحنا مش في لوس أنجلس، بس فاهمين إن الراجل ده اللي طالع كساكن بس بيحارب كأنه بطل وعنده فعلا خطط واضحة. الناس المفروض تركز في الموضوع ده. يلا نسمع هو فعلا هيقول إيه عن نفسه، عشان ده سبنسر بروت الحقيقي يا جماعة. لما تبدأ تحط الكلابشات في ايدين الناس، شوف كم واحد هيمشي. 100%. الفكرة دي انك لو سبت الناس كلها تاخد مخدرات وتعمل اللي هي عايزاه، وسايبت المجرمين يحولوا الشارع لمستشفى مجانين من غير حراس، لو سبتهم يعملوا كده هيعملوا كده فعلا. بس لو انت يعني لما نبقى انا العمدة، خطتي اول 3 أسابيع هتكون لافتات متعلقة في كل المدينة. مفيش تعري تاني، مفيش مخدرات تاني، مفيش سرقة تاني، مفيش نهب تاني، مفيش حرق كلاب في الشارع تاني، مفيش تعذيب كلاب تاني. الكلام ده هيبقى مكتوب على كل لفتة في كل كلمة، وبعدين هنلف على الناس ونحذر الكل. اسمعوا، فاضل 3 أسابيع على كده، يعني الوقت بيعدي، ونفضل نقول للناس كده عشان الناس اللي واخدة بالها هيقولوا واو، في عمدة جديد في المدينة. ممكن يبدأوا يمشوا، ولما يجي ميعاد ال3 أسابيع أو يمكن نخليها أسبوعين، يمكن الناس عايزاها أسرع. ولما نبدأ نطبق القوانين خلاص الشوارع هترجع زي الأول. عارف مين كمان هجيبه؟ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، عشان في أمراض من العصور الوسطى في مخيمات المشردين دي. هم مش بيعملوا مساحات في مخيمات المشردين دي ولا حتى في الشوارع. الناس عايشة وسط الفضلات والمخدرات وكلاب بتتحرق وجثث. لازم ننظف الشوارع دي. بصراحة أنا بحب كده، بحب فكرة إن يبقى فيه فترة سماح عشان الناس تظبط أمورها. بس كمان لازم نقول كفاية كده، يعني إحنا بنجيب قيادة جديدة. ولما نفكر تاني في الموضوع إن لوس أنجلس فيها كلاب بتتحرق وفضلات، وده مش اللي الناس كانت متخيلينه خالص، بس أهل لوس أنجلس بيعانوا بشكل كبير جدا، ودي دعاية تانية ممتازة. هو أعاد نشر فيديو ذكاء اصطناعي. أنا شايف إن ده اتجاه خطير جدا، يعني أنا بصراحة اتخضيت. ده خيال ب150%، والسوشيال ميديا دلوقتي بقت بتاخد منحنى عنيف. تمام يا كريم، انتي مش عايزة عنف؟ سكوزي وبدوكي خرة على الرصيف، شبر ورغيف عيش شامي. دوزي وبدوكي خرة على الرصيف، قرصة ورغيف عيش شامي. مجرد حركة من عصايا عشان أخلص الحيلة. كرابتي بوبتي بو. ليه بقى ده ذكي كده؟ عشان كلهم متوترين، لأنه فعلا بيعمل إعلانات كويسة. يعني إعلانات الذكاء الاصطناعي خطيرة جدا، الموضوع فعلا خطير. بصراحة أنا شايفة إنه كويس جدا. على العموم ده اللي سبنسر بروت بيعمله دلوقتي، وهو مش عارفة إذا كان هيكسب ولا لأ. يا ريت فعلا يكسب، لأن لوس أنجلس فعلا محتاجة قيادة جديدة، وأنا نفسي الناس يجربوا الإحساس ده لما يشوفوا كل حاجة بتبوط، مدينتهم بتبوط، وبعدين يدركوا إن لو جابوا حد فعلا كفء ممكن يحصل تغيير وتحول حقيقي. ده إحساس نسيناه لأننا تعودنا على قيادة غير كفء بشكل لا يصدق.
بس خلينا نشوف لو سبنسر برات فعلا كسب، هل هيقدر يعمل تغيير فعلا ولا لا؟ ده فعلا هيفكرنا كلنا إنك ممكن يكون عندك مدينة فعلا راحت في داهية وترجع تدب فيها الحياة تاني على إيد حد فعلا مهتم ومش بس طماع في السلطة. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.